في اللحظات الحاسمة من المباريات أو البطولات أو بيختفي أحمد الشناوي. هو بس في تصريح كده من احد الناس، فطلع قال الشناوي محتاج مش عارف يروح دكتور نفسي، معد نفسي او حاجه مش كده. عارف من غير ما اقول مين، بس هو قال لك لا يعني الشناوي انت محتاج سان معد داونز في نفسي. سان داونز والرجاء والوداد وما اعرفش ايه، يعني كل الماتشات دي بجمهور وبتاع، ما استحملش ضغط ازاي. كيف بيقول لك وقت الأزمة بتاعت الإصابات اللي في حراسة المرمى في الأهلي، قال لك ده اتعرض على أحمد الشناوي يكون في الأهلي. هو دايما الحلو ما بيكملش يعني. معايا بقى ما اعرفش والله. مساء الفل عليكم. حلقة جديدة من نيوتري فيتنس بودكاست، والنهارده ضيف بجد بجد بالنسبة لي أنا وبالنسبة لمصر كلها استثنائي. شخص يعني حرفيا مفيش مدرب اختلف على موهبته. انجازاته اصلا وانا بدور عليها بقيت مصدوم من الارقام اللي بسمعها او بشوفها او بدور عليها. كام كلين شيت، كام ماتش اتلعب، احداثيات عظيمه جدا في تاريخه مع الانديه والبطولات. حد انا بالنسبه لي كنت فتره من فتراتي نفسي اتشرف فعلا اتعرف عليه. احمد ناصر محمود معوض الشناوي. حبيبي يا كابتن. حبيبي يا دكتور، ازيك يا دكتور؟ طمني عليك، عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل والله. منورني يعني، ومش عايز اقول لك انا زهقتك عبال ما عرفنا نعمل الميعاد ده. لا حبيبي يا بس دكتور. والله تستاهل ان شاء الله، تبقى يعني منورني النهارده، وحلقه تبقى جميله جدا بوجودك يا كابتن شناوي. ربنا يخليك يا دكتور، ومبسوط ان انا معاك، واتاخرت كتير بس معلش حبيبي. جت في وقتها. مايو 14 91 احنا بدأنا الحوار ده كله مع كابتن ناصر الشناوي، صح كده؟ صح. احكي لي بقى، احنا ناشئين المصري من واحنا براعم لحد بدايتنا مع الدرجه الاولى، ربنا يحفظك، صغير جدا 2009. انا بدأت في المصري من ناشئين المصري، و يعني قضيت فترة كبيرة لحد ما وصلت فريق الاول. لعبت اول ماتش اوائل 2009 متهيألي بالظبط 2009، السنة اللي مات فيها الحاج سامي متولي الله يرحمه الله يرحمه رئيس النادي لحد دلوقتي. انت كده مع الرغم ان كابتن ناصر كان مريخ اصلا. هو كان بابايا حارس مرمى في المريخ لما راحش المصري. طب مش الجار اولى بالشفعه؟ والله ما اعرفش، بس هو كان انت عارف المصري اكبر نادي في بورسعيد. اكبر نادي في بورسعيد والجماهيريه الاكبر، فعشان كده بابا اختار اللي انا اروح. فرق معاك يعني كابتن ناصر في موضوع حراسه المرمى ده شنو؟ طبعا. يعني انت النهارده كون ان الوالد كان حارس مرمى، والانطباع الاول حراسه المرمى كان بالنسبه لك، هل الموضوع كان اسهل؟ هل تقديمك؟ هل فكره الاساسيات؟ احنا كتير قوي بنقابل مشاكل ان ممكن تلاقي لعيب مثلا مش متاسس. هل موضوع الموهبه ده كان برضه بتاسيس كابتن ناصر من البدايات، ولا مدربينك ممكن في قطاعات البراعم والناشئين اللي انت كنت فيها وصولا لمرحله زي ما انت قلت الماتش الاول في سن صغير جدا 2009 ده، انك تلعب درجه اولى يعني 17 سنه 17 سنه حاجه كده. بص والله هي طبعا موهبه بتبقى وراثه غالبا، لان بابايا كان حارس مرمى، فانا بقيت حارس مرمى، وابني برضو ادم ده حدوت. انا عايز اقول لك انا عندي عميل من بورسعيد، بيجي لي من بورسعيد، فابنه مع ادم في الفرقه. والله مع ادم في الفرقه، فبيقول لي عايز اقول لك بطلع عايز بخش في جوان. بيقول لي انا بخش في جوان. جون كويس ان شاء الله، يبقى حاجه كويسه. فغالبا بتبقى وراثه. وانت بتنمي بقى بتنمي الموهبه اللي عندك. زائد بابايا كمان كان على طول في ظهري وسبورت ليا. اشتغل معاك وانت صغير؟ كنت بتمرن معاه. كنت صغير، هو كان بابايا كان ماسك مدرب حراس مرمى في النورس، بس مش كتير يعني، بابايا مش من هواة التدريب، بس هو بعد ما بطل فمسك شويه مدرب حراس مرمى، فانا كنت بروح بتمرن نفس التمرين اللي بيتمرنوه الكبار، وبيشوط عليا بنفس القوه. وانت صغير كنت اقعد اعيط بقى، وبيشوط جامد ومش عارف ايه وبتاع، فابتديت بقى في النادي ويجي يتفرج عليا بس هو عمره ما اتدخل في حاجه يعني هو يجي يشرف من بعيد ويتفرج، لكن ما احمد ما بيلعبش ليه والكلام ده لا، يعني بيجي ويتابع، لو في غلط يقول لي عليه، لكن لو انا كويس ما يقوليش انت كويس، هو يشوف بس لما يكون في حاجه غلط يقول لي خلي بالك كذا خلي بالك كذا. فطبعا يعني دي سهلت عليا كتير. اخدت من خبرته ومن تجاربه. طبعا مامتي ما كانتش عايزه كده، كانت عايزه اهتم بالدراسه. لو انت في الدراسه فيرو ده شنو مفيش حد بيلعب كوره وبيدرس بيبقوا الاثنين في نفس الليفل، الاثنين يبقى كويس فيهم، الا يعني حالات مش كتير يعني. مش ده الكومن يعني. بس ففضلت وكملت بقى من وانا صغير في الكوره. يحكي لي عن تجربه المصري يا شناوي. انت من الحراس القليل جدا اللي لعبت دولي بره اهلي وزمالك من بدايتك كده، منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين وتحت 23 وصلنا ايفن للمنتخب الاول. اعتقد انت كنت كل ده بره الزمالك واي فرقه كبيره يعني. اول ماتش رسمي طبعا مع كامل احترامي المصري فرقه جماهيريه وعظيمه، بس مش الانديه اللي احنا معتادين انها تبقى بتصدر للمنتخب دايما لاعبين او مواهب يعني. نادر لما بتلاقي حد من المصري من الاتحاد
من الانديه اللي هي فاحكي لي الجماهيريه التجربة بره دي الاهلي والزمالك. برضه مع فرقه بجمهور مرعب طبعا. زي المصري. يعني انت لا انت بتلعب المصري ماتش ايام بقى ما كانت الاستادات شغاله كان- والمصري باستاد بورسعيد شغال. كنت احب العب فانت الماتشات دي. ما يعني سوري كده آه. الغلطه بفوره. لا كنت بحب العب الماتشات على ملعبنا بالذات. ملعب بورسعيد. استاد بورسعيد طبعا، استاد النادي المصري. كنت احب بقى من الجمهور استنى الماتش ده عشان عاوز اشوف الجمهور والتشجيع والحماس اللي بيدوه للفرقه. وكانت من احسن ايام حياتي يعني فتره النادي المصري دي من تفتكر الكورة. مدربينك يا شنو ساعتها؟ انا اتمرنت مع ناس كتير قوي على مدار تاريخ يعني. في الكوره اتمرنت مع مفيش حد ما اتمرنش معاه يعني. اي حد هتقوله غالبا هتلاقيني اتمرنت معاه. في المصري طبعا انت عارف المصري النتائج ما كانتش بتبقى احسن حاجه دايما. من بعد ما جه الحاج سيد، بعد الله يرحمه الحاج سيد متولي، ابتدى في تغيير. جه دكتور علي فرج الله يرحمه، بعد كده جه بقى مستر كامل. فالاستقرار جه بقى المدربين ما بتتغيرش كتير، متوفر كل حاجه، ماديات، لعيبه بيجيب لعيبه جامده. فلما ابتدت الامور تستقر حصل المشكله بتاعت ماتش المصري والاهلي. بعد كده انا مشيت. هنبقى نيجي بقى الموضوع ده بعدين. بس لا بس المصري بدين له بالفضل طبعا. انا من ناشئين المصري ومن ابناء بورسعيد. تفتكر لعبت كام سنه يعني في المصري؟ من ناشئين اكيد، من ناشئين مش هتحسب. من 2009 ل 2014 تقريبا. 2009 ومشيت 2012 اعاره. كان في عرض للزمالك سنه. رجعت 2013 لعبتها مع المصري ومشيت 2014. 13 14 لعبت 5 سنين مثلا في لعبت تقريبا عارف حاجه و50 مباراه مع المصري. كويس. يعني انت لاعب حوالي 58 مباراه او 57 مباراه مع المصري. 27 كلين شيت يا شناوي. طيب انا ليه بكلمك في نقطه الكلين شيت دي؟ لان لما دورت وراك في ريكوردز كتيره جدا، انت من الحراس او تقريبا الحارس الوحيد في مصر اللي معدي اكتر من 50% من مبارياته كلين شيتس. والرقم ده مش سهل خالص. يعني انت كحارس مرمى او الناس مدربين حراس المرمى لو اتكلمت في النقطه دي، مش سهل ان انت تبقى نص ماتشاتك او اكتر. هو مش النص ده، اكتر من نص الماتشات. لا ما حدش بيتكلم الحاجات دي. شباكك نظيفه تماما. ما بيهتموش بالحاجات دي قوي. طب يعني لا عاده يعني عامه هو كده عامه. اي حد بره الاهلي والزمالك ارقام بس بره الاهلي والزمالك ما تبقاش ارقام. هي لازم تبقى في الاهلي والزمالك وبتاع. انا اتعودت على كده من ايام ما كنت بلعب في الزمالك يعني. هي الكوره في مصر يعني مش عايز اقول لا قول يا عم احنا لا مش كده خالص. لا هي الكوره جمهور. انا لما كنت بلعب في المصري كان في جمهور وفي ناس في ظهري وسبورت ليا، وفي الزمالك كده برضو. ففي انديه مش جماهيريه بيبقى ناقصها حاجه يعني. اللي ما عندهمش جمهور دول بيبقى الاعلام مش في ظهرهم طول الوقت. بيفقدوا عنصر اساسي اللي هو الجمهور. الانديه الجماهيريه طبعا اول حاجه والاساس بتاعهم الجمهور. هل انت شايف ده احد السبب او احد اسباب ضعف البطوله دلوقتي يا شنو؟ ان تقريبا الانديه الجماهيريه انت بتتعد مش هيعدوا 5 6 تقريبا. الاتحاد والاسماعيلي والمصري، زمالك واهلي. والزمالك واهلي. في حد تاني؟ المحله. المحله دلوقتي لا. فتكلم 6 انديه. وكمان احنا عندنا اصلا الجمهور مش الساعه كامله دلوقتي لسه. الاوضاع الحاليه طبعا انا عارف. بس انت عشت الجماهير الساعه الكامله. في الزمالك ما عشتهاش قوي غير في البطولات افريقيا، لان كان الدوري برضو ساعتها لما انا كنت بلعب في الزمالك ما كانش في الجمهور بيدخل كله. فماتشات افريقيا كان الاستاد بيبقى مليان. فعشتها هنا وعشتها مع المصري. لا المصري ما كانش فيه لسه حاجه، كان الجمهور بيدخل قبل الماتش ب3 ساعات. كان ساعتها وانت عايش بقى والناس بتغني والاعلام شغاله لا طبعا يعني جمهور بورسعيد ده حاجه جامده جدا يعني. ودلوقتي مش باين لان مفيش ماتشات المصري بيدخل عدد قليل عشان ما تذكرتي ومحكومين بعدد من الامن. تفتكر ماتشات ليك كبيره في المصري يا شناوي؟ كبيره ما هتبقى ماتشات اهلي ومصري وزمالك ومصري يعني. كان ليك ماتش انت لو فاكر الاهلي كنتوا متعادلين 1-1 ده كان الماتش اللي كنت بتكلم عليه. ماتش بعد تجديد الاستاد كان في كاس عالم هيتلعب هنا بتاع الشباب. بالظبط كاس عالم الشباب ايام سكوب ده وكابتن هاني رمزي انا فاكر. بس كنت لسه صغير شويه. كانوا لسه بقى بيجددوا الاستاد وكان ماسكنا الكابتن انور سلامه الله يمسيه بالخير طبعا، من الناس اللي انا بحبها جدا. فكان عندنا جون افريقي. كان عندنا ساعتها احتراف اجوان عادي. فكان عندنا جون اسمه مفتوح الاحتراف جورج باين مش عارف اسمه جورج حاجه كده. كان جون جامد قوي. فالمهم قبل الماتش ب3 ايام جاله حاجه في ظهره، مشكله في ظهره وبتاع. فراح له الدكتور قال له ده عنده مشكله هيريح بكره وبعده ويوم الماتش ياخد حقنه ويلعب. قال له مفيش الكلام ده، احمد اللي هيلعب. ده كابتن انور. كنت انا كان هيثم مصاب الجون الثاني ومحمد السيد كنا جايبينه من الاهلي مصاب برضه، وانا الجون الرابع لسه ناشئ وطالع. مفيش غيرك يعني. فقال لي انت اللي هتلعب.
قبلها ب3 ايام بقى مش عارف ولا كابتن نام. أنور. ماتش اهلي بقى، وكان اهلي مين بقى؟ بركات وابو تريكه واحمد حسن، وكان فرقه جامده يعني. ترسانة كاملة داخل عليك. كانت فرقه جامده، انا فاكر الماتش ده. فقال لي انت اللي هتلعب. من 3 ايام قبلها عملت ماتش كويس وتعادلنا 1-1. تفتكر مين اللي جاب الجون ساعتها؟ غالبا احمد حسن، كابتن احمد حسن كابتن الصقر أحمد يعني. حسن الصقر. واحنا كان عندنا بليا. هو اللي جاب الجون انا فاكر. على ذكر الارقام، يعني برضه ما بقول لك ان الكوره لغه ارقام، وانت اللي يدورك هيلاقي ارقام كتير جدا. انت في موسم 10 11 2010 2011 في المصري، انت كنت على وشك دخول قائمه من اكبر حراس المرمى في توقيتات عدم دخول الاهداف في مرماهم في الدقائق. انت كنت وصلت ل 570 دقيقه متتاليه بدون اهداف، لولا بس مشاكل الدوري وتوقف الدوري والغاء الدوري على كده. انت كنت هتخش في القائمه دي لو استمرت هذه الدقائق من الكلين شيت، هتبقى من افضل حراس المرمى في السنه دي. فين ما يخشش فيك اجوان على دقائق متتاليه متواصله، كان المصري شباكه نظيفه. وكنت اتمنى ان الموضوع ده يكمل اكيد، وكان هيبقى رقم تاريخي زي ما انت بتقول، بس هو دايما الحلو ما بيكملش يعني. معايا بقى ما اعرفش ولا. برضو الفتره دي هرجع اقول لك تاني، ميزه الفتره دي عندك يا شنو ان انت منها دخلت على المنتخبات. افتكر بقى معايا اول بطوله انت لعبها كانت في المنتخبات تحت كام؟ ده منتخب شباب باين. منتخب الشباب. كابتن ضياء. كابتن ضياء. جنوب افريقيا 2011 اخدنا ثالث. خدتوا ثالث. انتوا لعبتوا 3 ماتشات ساعتها. اعتقد لعبتوا مع ليسوتو تقريبا، ولعبتوا مع مالي وجنوب افريقيا. كسبتوا ماتشين بعد وخسرتوا كده ماتش. بقينا لعبنا السنغال ولا مالي في الاخر بالظبط. لا خسرتوا من الكاميرون في السيمي فاينل. ضربات جزاء. بالظبط ضربات جزاء 4-2. صح. كل ما صد واحده الحكم يعيدها تاني. بالظبط. بعد كده كسبتوا مالي في الثالث والرابع. وبعد كده مع منتخب الاولمبي كان ساعتها مين مدرب معاك؟ كابتن هاني رمزي. كان هاني رمزي بالظبط. وكابتن فكري صالح مدرب حراس غالبا، وكابتن معتمد جمال. دي بقى اخدنا ثالث في المغرب. انا البطوله دي اخدت احسن جول في البطوله، والبطوله الثانيه اخدت احسن جول في البطوله. البطولتين اللي لعبتهم حتى مع المنتخبات. يعني انت في 2011 واخد جايزه اللاعب النظيف وجايب احسن لاعب. اخدت جايزتين بالظبط. اخدت احسن لاعب باين واحسن حارس الاثنين. احسن حارس وجايزه اللاعب النظيف. وفي 2011 برضه في بطوله المغرب انت واخد احسن لاعب في التشكيله المثاليه بتاعه البطوله بتاعه البطوله دي كانت في مصر على فكره، وعشان احداث الثوره واحداث اللي كانت حاصله اتنقلت المغرب. والله بطوله 2011 دي كانت ديزاين ده تبقى في مصر، اتنقلت المغرب واحنا لعبنا هناك ساعتها. وبرضه زي ما قلت لك احنا عملنا ثالث زي ما انت قلت بيه. وصلنا اولمبياد ساعتها. وصلنا اولمبياد احنا كسبنا في الثالث والرابع مالي، ولعبتوا ساعتها الاولمبياد. انت من جيل صلاح. انا وصلاح، وهو الجيل بتاعنا هو اللي مكمل لحد دلوقتي اصلا. بالظبط. فاكر البطوله الكبيره بتاعه الاولمبياد دي 2012؟ فاكرها، بس دي كانت ما بين منتخب شباب واحنا. بالظبط. يعني احنا في ناس مننا ايوه. كان اللي طلعوا كان هم اكبر مننا. كان علي لطفي على ما اتذكر، وسعد سمير، كان في حجازي كان في حجازي. بس ما هو حجازي وحجازي وعمر جابر. لا ما هو انا بقى انا وحجازي وعمر جابر ومحمد ابراهيم وصالح جمعه وتوفيق وصلاح وتوفيق وكان والنني كل ده المنتخب بتاعنا. ما انا بقول لك كل ده منتخبكم. فطلعنا بقى معاهم. يعني خلاص خلصنا البطوله بتاعتنا، فطلعنا بقى معاهم في بطوله المغرب دي. بالظبط. فعملنا بطوله كويسه تفتكر ايه في موضوع الاولمبياد ده؟ تقريبا ما تنسيش عشان طبعا. احكي لي طيب. لا الاجواء غير. الاجواء غير هناك، وتنظيم بطوله يعني الواحد بيستناها. يعني الحمد لله هو شارك فيها. كان فاضل لي بس كاس عالم، هو الحاجه الوحيده اللي ما شاركتش فيها. انا ما رضيتش ارازي فيك على فكره. لا هي الحاجه يعني الوحيده اللي من تاريخ الحراس انك تلعب بطولات شباب وكذا وكذا. انت الوحيد برضه لاعب افريقيا واولمبياد وقعت منك كاس عالم. لا لسه كاس عالم، بس لسه في 21 26 لسه مش انت لسه ربنا يديك من المستقبل يعني. لا كان اول ماتش البرازيل ده اول شوط انا فاكر. كان البرازيل بقى فيها نيمار ومارسيلو وديفيد سيلفا سيرد باك والباك رايت مش عارف بتاع مانشستر يونايتد والفيرود رافائيل. رافائيل. فكان منتخب جامد يعني بقى. اول ربع ساعه تلت ساعه 2-0 البرازيل. 2 أو 3 مش بقى 2. 2-0. فنزلنا الشوط الثاني بقى المنتخب بتاعنا اتحول بقى 3-0 غالبا. بالظبط. بعد كده 3-1 3-2. ولو كان في شويه كان ممكن نتعادل. ساعتها ابو تريكه جاب جون وصلاح. اعتقد صلاح وتريكه. بقى 3-2. عملنا ماتش كويس وبتاع. وجي الماتش اللي بعده كسبنا متهيألي نيوزيلندا بالظبط حاجه كده. ولا تعادلنا بيلاروسيا متهيألي وكسبنا نيوزيلندا. صعدنا يعني من صعدتوا. انت خسرنا بعد كده في وقعنا بقى مع اليابان.
دي مشكله. حاجات بتجري. لا لا لا، يعني حاجه في الكوره ما شفناهاش بقى ساعتها، سرعات غير طبيعيه ومهاره وبتاع. الماتش ده خلص 2-0 او 3-0 يعني، وطلعنا بقى. بس كده انت بتقول ان التجربه دي ما تنسيش طبعا. لا، من حاجات اللي معلمه معايا في حياتي طبعا، وهتفضل معايا اما اكبر يعني. كان تصريح انت قلته ساعتها برضو، وفي ناس دلوقتي بس عارف اللي هو بيدور في العكش كده فينمر وراك، يقول لك اصل شنو او يعني احمد الشناوي قال لك ان ساعتها ان محمد ابراهيم كان اهم لعيب عندنا عن محمد صلاح. في الفتره، مش الفتره اللي هي بتاعه الاولمبياد، قبل كده. انا بقى بتكلم ده ايام كان ما في انا كنت منتخبك انت. كان في المنتخب انا من واحنا في الشباب. منتخب شباب مع كابتن ضياء السيد، وبعد كده الكابتن مصطفى يونس، ده كان منتخب شباب. كان محمد ابراهيم رقم واحد في المنتخب يعني، ده ما يقللش من صلاح، لان صلاح كان طبعا فارق معانا في المنتخب، كان سريع جدا وكان الفينش بتاعه كويس، بس محمد ابراهيم كان ساعتها مهاري. يعني رعب. كان بيكلم الكوره وفتره ساعتها. احتراف اما راح البرتغال كان بيكلم الكوره ساعتها، فكان هو اللي ظاهر قوي وكان هو اللي معلم. تشوف الكوره تحب الكوره تجيله وتحب تتفرج عليه، هو بيرقص مهاره ويحط ثرو ويعمل الكلام ده. فكان يعتبر هو من اهم لاعبي يمكن بس المنتخب. يمكن اعتقد عدم التوفيق في رجوعه المبكر من الاحتراف هي اللي ما هي دي كانتش ممكن خلت مسيره محمد ابراهيم بالرونق اللي طبعا فيه كابتن محمد صلاح لا دلوقتي. طبعا، لا صلاح على حاجه تانية طبعا. الراجل اشتغل على نفسه وآمن بموهبته عبقري ونمى نمى هنا. عبقري. ده قبل الكوره يعني، تنمي ده وتشتغل على ده اهم من. طب انكشك اكيد انكشك يعني أنكوش على ذكر ده يعني. طيب دلوقتي احنا يعني تبص في تصريحات وناس كتيره مرنت احمد الشناوي، يعني كابتن زكي عبد الفتاح اعتقد راجل يعني عزيز على قلبك، واعتقد طبعا. كابتن احمد ناجي برضه. طبعا. الاثنين دول في تصريحات ليهم كان بيقول لك ان الشناوي ده احسن وافضل موهبه يعني احنا اتعاملنا معاه في حراسه المرمى. تمام، انا قلت لك موهبه من غير هنا يعني. هنا لو 50% والموهبه 100%، لا الموضوع مش هيوديك لبعيد قوي يعني. فبالتالي هنا فبالتالي هم كانوا بيقولوا ان الشناوي ده كان المفروض يكون في مكان يكون بره مصر دلوقتي على الاقل. لو موضوع انا جالي موضوع اسبانيا ده، ما لسه هنقولك برضو فيه ده. ما هو انا بقول لك لو موضوع اسبانيا ده كان مشي، كان الموضوع خلص. ما انت ما تعرفش الخير فين، كل حاجه مكتوبه يعني. لو موضوع ريال بيتيس ده كان مشي، وكان مستر كامل ساعتها ما طلبش المبلغ كبير وكنت مشيت، كان ممكن تبقى كانش في سبيل ضغط ان انت يعني هيبقى حارس مرمى مصري في الدوري الاسباني وفين في التوب ليفل. بيتيس ساعتها ما كانش بتاع دلوقتي. لا بيتيس كان عندك بقى خواكين وناس هناك وكان اسمه ايه سانتا كروز فيروز ساعتها. فانت بتتكلم في فرقه يعني. وانا كنت لسه صغير، كنت هشتغل وما وافقتش هنا اروح نادي تاني، بس خلاص هبقى بره يعني. يعني هلف بره واروح لحد ما الدنيا تبقى تمام. ليه احكي لي عن الموقف ده. صحيح الشناوي كان صغير، بس اكيد كان عندك طموح ان يبقى حد في المرحله دي بيتكون بقى بره، غير ان النهارده كابتن زكي زي ما قلت لك او كابتن احمد ناجي بيقول لك والله الراجل ده على قدر موهبته العظيمه اللي احنا شفناها واداؤه الرائع في التمرينات يا باشا. كان بيقول لك زكي بيقول لك احمد الشناوي يعشق التمرين. ده احد الحاجات اللي قال لك كابتن زكي هذا الحارس يعشق التمرين. بس انا حسيت ان العقليه او المنتاليتي عند احمد ما ساعدتوش، قالها بالنص، ما ساعدتوش للتقدم اكتر من اللي هو فيه دلوقتي. بص طبعا انا راضي على اللي فيه طبعا، رضا تام، وشايف ان حققت حاجات كتير كويسه. كان ممكن تبقى احسن من كده، بس خلاص يعني. ما فيش ما حدش بقى، مش حدش نصحني يعني. ما كنت شايف ان الموضوع في مصر بقى زمالك وهروح هنا وهلعب اللي هيخليني اتغرب. لو رجع بيا الزمن ما كانش هيبقى ده تفكيري خالص. هتبقى حرب على السفر ده. تبقى حرب على السفر يعني. فرحت هناك وقعدت حوالي اسبوعين. انت عملت معايشه؟ كان معايا طبعا، كانت اللغه لسه واو سبيك انجلش. لا ما كنتش. طبعا كنت لسه صغير بقى، ما اعرفش، ما كنتش عارف اتكلم. هم هناك بيكلموا اسباني وانا اصلا الانجليزي ضعيف عندي، فالموضوع كان صعب شويه. ازاي هناك؟ لا بتكلم باللي انا عارفه من المدرسه، من التعليم بتاعي، فبتكلم يعني بفهم وبيوصل لهم اللي انا عايزه. كان معايا واحد صاحبي هناك اسمه ابراهيم، برضه كان بيعرف يتكلم، فكان بيساعدني يعني شويه. فرحت وقعدت وتمام، ونزلت معاهم التمرين وكله، ورجعت بعتوا فاكسات بقى للنادي وميلات وكده. كان في مشكله اعتقد ساعتها في اداره النادي، كان وقت الاحداث، وكان في زي يقولوا فجوه كده او فراغ في اداره المصري. كان ساعتها مستر كامل قدم استقالته عشان احداث بورسعيد. فكان في بديل عنده، بديل مكانه حاج ياسر يحيى، مستر ياسر يحيى. فالعرض بالنسبه لهم ما كانش احسن حاجه، كان 700 800 الف يورو. هم كانوا عايزين 3 أو 4. فالموضوع باظ، والسنه دي ما كانش المصري بيلعب. الدنيا كانت واقفه ساعتها. كانت الدنيا كانت واقفه. فانا ساعتها الزمالك كان عايزني، فرحت سنه اعاره.
ما لعبتش فيها عايز اقول لك لعبت ماتش واحد. ما لعبت ماتش واحد، كان كابتن ابو حسين موجود وبس. فخلصت سنه رجعت تاني للمصري. كان ساعتها اللي بيلعب بس الزمالك ولا عشان افريقيا الكوره كانت واقفه؟ كانت الدنيا كانت واقفه، فكان بيلعب افريقيا بس. فبعد كده الدوري رجع مم. السنه اللي بعدها، فلعبت السنه في المصري. لا 13 14. بعد الزمالك اشتراني بقى بعد. عايز اقول لك سادي برضه انت كنت موفق فيها كنت جدا. كويس قوي فيها جدا. عملت ماتشات كتير كويسه. في ظل الظروف المتاحه في النادي اللي فيه لعبه كتير مشيت، ما كانش فيه فلوس. برضه انت كنت في المنتخب في الفتره دي. انا اول ماتش لعبته، وانا بقول لك اول ماتش لعبته كان قدام النيجر مع برادلي برادلي والكابتن ديا. كنت في المصري، ما كنتش في الزمالك يعني، كنت في المصري يعني. يعتبر مش عارف اصغر جون لاعب بقى في 8 اكتوبر 2011. طيب ماتش يعني النيجر انت كنت اصغر حارس من ساعتها. 13 سنه 2011 واحنا بقى من 13 سنه. طيب عمري كنت يعني. كنت 19 سنه. كنت لسه صغير قوي. فبس فبعد كده مشيت رحت الزمالك اشتروني. الموضوع ده يخض يا شنو، ما تزعلش مني. اللي انا لاعب صغير يعني، لاعب صغير منتخب مصر يعني، انت داخل المنتخب بقى. كان ساعتها انت بتقول 2011 في جيل اللي هو بقى بيسلم 2010 موجودين. والنهايه بقى انت في كوارث في كره القدم. الله اكبر قامات. ومع عم الشناوي بقى لا اللي عنده 19 انت سنه عارف ده. انت عارف ما انت عندك هناك الحضري ما انا هقول لك الموقف ده بالمناسبه يعني. ده يضربوا عليك نار يا عم. كان الكابتن عصام حضري لسه في رونقه بقى. طبعا. لسه كبير يعني، كان لسه في عز تألقه. بس مش عارف هو كان ساعتها في سويسرا ولا كان ايه، لان هو اول ماتش 2010 اتحرك على سويسرا او لو 2010 مش عارف هو كان في سويسرا او كان هنا مش عارف فين، او في الاسماعيلي او رجع الزمالك ما اعرفش يعني. بس كان بيلعب. انا بقول لك كان لسه الحضري شغال الحضري بتاع الحضري. طبعا الكابتن عصام يعني. فاول ماتش بقى خلاص لعبنا الماتش ده بالمنتخب الاولمبي بعد ما خرجنا من النيجر هناك في النيجر بالظبط مع كابتن حسن شحاته. فطبعا مشي الكابتن حسن وجابوا مستر بوب برادلي. فجالهم شركه قالوا لهم هتلعبوا البرازيل ماتش ودي في قطر. ده اول ماتش لبرادلي يمسكه. هو الماتش ده كان بيتفرج من فوق، وبعد كده اول ماتش فقال لهم هلعب الماتش ده واعملوا نظموا الماتش وبتاع. فكنت انا والكابتن عصام الحضري وكابتن محمد صبحي حارس الاسماعيلي وانا مش فاكر كان في حد تاني معانا ولا لا، بس متهيألي احنا الثلاثه يعني. المهم رحنا قطر واتمرنا. كنت انا اصغر واحد بقى، كنت لسه صغير خالص يعني. بتلم الكور بقى. اخر واحد في التمرين بخش يعني الكابتن عصام والكابتن صبحي، وبعد كده انا جاي يوم الماتش مش قايلين مين اللي هيلعب ولا اي حاجه. فطبيعي انا اصلا مش موجود بره. انا هسخن الجنين واطلع. بره مش موجود في ال 18 يعني. فنزلت المحاضره اليوم ده. انا فاكر الاسانسير اتاخر فنزلت متاخر انا، وكان معايا دودو الجباس متهيألي. نزلت المحاضره فاللعيبه كلها بتبص لي وانا داخل بقى. قلت يمكن عشان جاي متاخر. فقلت الراجل سوري النجم داخل. قلت سوري وقعدت ورا اخر كرسيين انا ودودو. قعدت ورا وحطيت شنطتي، ما بصيتش على السبوره ولا السكور شيت في حاجه، ما بصيتش خالص. لا ركزت بقى مع كلام الرأي يعني. عارف انت بتيجي متاخر خلاص، بصيت على المدير الفني كده ومتابع هو بيقول ايه مش عارف ايه وبتاع. برمي عيني كده ببص بقى ايه التشكيل مين. لقيت الشناوي احمد الشناوي وحجازي وكابتن وائل جمعه. ببص كده حرقت. كوتش في حاجه غلط. لا حرقت. ولقيت الحضري بقى كابتن عصام. انت عارف الكابتن عصام بدا يزوم ها. لا الكابتن عصام من الناس اللي ما بتحبش تقعد احتياطي، لازم تلعب. هو دي شخصيته يعني، بيحب اي ماتش ودي رسمي بيحب يلعبه. ودي حاجه من الحاجات الكويسه يعني اللي انا استفدت منها من كابتن عصام. فقلت لا هو كاتب غلط ولا ايه، بس ماشي. ركبت بقى الاتوبيس بقى الاسكار وبتاع ماتش بقى البرازيل في البرازيل كتمت القرآن في الاتوبيس في قطر. رحنا بقى الملعب مقفول طبعا. المهم تعادلنا. عملنا ايه الماتش ده؟ تعادلنا مش فاكر الماتش. انا مش فاكر بصراحه، هدور لك وراه بس مش فاكر تعادلنا او خسرنا 2-1 حاجه كده يعني. بس عملت ماتش جامد قوي يعني، عملت ماتش تحفه. الناس خرجت اتكلمت عليا بعد الماتش ده وانا كنت لسه في المصري. كنت في المصري يعني. كان تاني ماتش دولي او يعتبر اول ماتش دولي مع المنتخب الاول. ومن هنا بقى بدات بقى قعدت فتره العب بقى شويه. بعدها كده لعب كابتن شريف. بعد كده لما رحت الزمالك رجعت لعبت تاني وهكذا بقى. انت على ذكر الزمالك، انت كان شعورك ايه يعني؟ انت سيبك من فتره الاعاره دي، ما اعتقدش انها يعني خدت خبره في انك تتمرن مع الزمالك لكن عرض رسمي من نادي الزمالك لنادي المصري لشراء كابتن احمد الشناوي. انت كان شعورك ايه ساعتها؟ انا في الاول ما كنتش يعني ما كنتش عايز اروح. كنتش عايز تروح؟ لا كان لسه كابتن عبد واحد موجود، ما كانش اعتزل او ما كانش كان لسه موجود في النادي. فقلت برضه اروح اقعد سنه تانية ما العبش.
فبقت بالنسبه لي الموضوع فهو اللي انا عرفته كان ساعتها اللعيبه الكبيره غالبا خلاص اخر سنه ليها، وكابتن عبد الواحد كابتن عبد الواحد السيد اخر سنه ليه، مم. فما كانش في حد موجود، فانا كنت رحت انا وابو جبل وجنش غالبا او حاجه كده يعني، احنا الثلاثه. فخلاص خدت القرار، وكان النادي كمان ساعتها ما كانش فيه فلوس يعني، كان مستر كامل ابو علي مشي ولسه ما رجعش، كان حاج ياسر يحيى هو كان رئيس النادي، فما كانش فيه فلوس، ف 6 مليون هيشتروا ب 6 مليون، ده كان رقم في 2014 غالبا. 2014 فكان رقم يفك يعني، يظبط الدنيا في النادي شويه، يدفع رواتب اللعيبه، فوافقت كانت صفقه والنادي كبيره وافق. ساعتها، وكانت ضجه كان كبيره قوي ان كان فلوس برضه حق الشاب بانتقاله دلوقتي. وانت كان ليك تصريح ساعتها برضه وانا عايز اسالك عليه. انت كان طبعا انت عزيز على الجمهور المصري، وانت قلت لي ان بحبهم جدا الناس طبعا. دي فضلها عليك كبير والنادي المصري فضله عليك كبير. طبعا. فكانت الناس تقول لك ما نحبش ان احمد يمشي، احنا كنت ضد ساعتها 5 سنين صح كده؟ وفي الفتره دي اتنقلت بشكل رسمي للزمالك. ساعتها كنت قايل ان بوابتي للاستمرار او العوده للمنتخب قلت كده هو اللعب في الاهلي او الزمالك، او المهم يعني الانديه الجماهيريه الكبيره اللي بيتاخد منها ناس غير المصري. هل انت مع الثيوري دي او مع النظريه دي يا شنو، ان انت محتاج تكون فعلا خلاص بقى تحت اون ذا سبوت، رغم انك اوريدي كنت لعبت المنتخب؟ ساعتها قلت بعدت شويه، يعني جت فتره بعدت شويه عن المنتخب، ولا انا عايز ارجع المنتخب تاني يا جماعه، فابدا اخش تاني زمالك، اخد فرصه اكتر، العب افريقيا. كان برضو من الادعاءات بتقول لك احنا محتاجين حراس تكون بتلعب بطولات قاريه، زي ما الزمالك بيلعب افريقيا، بيلعب كونفدراليه، بيلعب ايا كان البطوله القاريه اللي يلعب فيها، مش مجرد احتكاك محلي في الدوري المصري. عندك حق. وهي الزمالك كمان يعني الفرق بينه وبين المصري انه زي ما انت بتقول هو على طول مشارك في بطولات افريقيا بالظبط. والنادي المصري ساعتها ما كانش في افضل حالاته، فما كناش بنلعب افريقيا. فكان بالنسبه لي انا الانتقال من المصري للزمالك واشارك في الزمالك بصفه اساسيه، والعب بطوله افريقيا، والعب الكونفدراليه ودوري، وانافس واخد القاب، هتفرق معايا في الفاليو بتاعي، وهتفرق معايا ان انا اروح المنتخب، وهتفرق معايا ان انا العب في المنتخب. وفعلا ده اللي حصل يعني. رحت الزمالك اول سنه اخدنا الدوري، كان غياب فتره كبيره. دوري 14 15 ده انتوا كنتوا فرقه تقيله جدا جدا طبعا، وحققنا فيها الدوري والكاس. وفي واحد كده خد لقب احسن حارس في مصر ساعتها. انا اخدت احسن حارس متهيألي السنه دي واللي وراها يعني، السنتين ورا بعض. فمن هنا بقى انا بقول لك اول بطولتين في حياتي كانت البطولتين دول، الدوري والكاس، وخرجنا من قبل نهائي افريقيا ساعتها صح. وكنت انا بشارك في المنتخب بصفه اساسيه. ف يعني كانت وجهه نظري صح، خطوه انتقال لنادي الزمالك الفتره دي كانت صح. الخبره زادت الفتره دي عشان طبعا الاحتكاك الافريقي مهما كان بتشارك في الدوري قد ايه، ولا بتلعب هي برضو ماتشات الدوري دوري، لكن تلعب في افريقيا وتروح هنا وتسافر هنا وتلعب هنا تحت ضغط جماهيري وعلى ملاعب وحشه وملاعب صناعي، فكل دي خبره بالنسبه للاعب الكوره يعني. انت خدت معاهم ساعتها الدوري على طول في 2015 والكاس في 2015، وحتى ايفن السنه اللي بعدها انتوا وصلتوا نهائي افريقيا سان داونز. السنه اللي بعدها وصلنا نهائي وخسرنا البطوله من سان داونز. صح. انتوا كان مين المدرب ساعتها لو فاكر؟ في النهائي ولا على طول معايا؟ في النهائي مؤمن سليمان. بالظبط. مؤمن، كابتن مؤمن طلع قال ساعتها انا متحمل المسؤوليه كامله، ان هو التشكيل بتاعه ما كانش في حد، خلي ما كانش في دكه يعني، الناس اللي بتلعب وكان في 3 بس بره. ده الحقيقه هو قال لك يا جماعه انا مسؤول عن، هو قال الكلام ده في تصريحات ليه، ان هو كان تشكيله هو شايفه دلوقتي ان هو ما كانش انسب حاجه. ما كانش انسب حاجه، بس قال لي كان متاح، ده اللي كان متاح بالنسبه لي. هو كان عايز يقفل هناك ونخطف في مصر، بس هي دي الكوره عامه، انت بتشوف وجهه نظرك ايه وبتعملها، تمشي معاك وما تمشيش. غير الدوري انت واخد 3 كاس مع الزمالك. انا واخد 3 كاس وسوبر سوبر مصري في 2016 و3 كاس، غير طبعا الكاس الاخير مع بيراميدز. انا عايز اقول لك الكاس الاخير بتاع بيراميدز برضه مش عايز انط ليه، بس انا هفضل عشان انا كنت شاهد عين على الكاس ده. لا، دور احمد الشناوي في مباراتين المصري وزد. الحمد لله يعني انت الفرقه دي اتشالت على كتف احمد في الماتشين دول بالذات. انا عايز اقول لك جمهور بقول لك، وانا عندي ولي امر من عندي شباب بتتابع من بورسعيد، قال لك يعني مش عارفين كابتن احمد، يعني الله يسامحه، يعني في الماتش يعني هيعمل الراجل حارس مرمى. والله بص يعني انا اعذرهم طبعا، يعني هم متضايقين وكان نفسهم ان ياخدوا بطوله الكاس. انت شايل كور من الشامي في الماتش ده، وشايل كور غريبه الله يحفظك خلي بالك اصل ده يعتبر شغلي، فهم من الناس هجمتني كمان في بورسعيد او الجمهور شتم او اي حاجه، انا بالعكس يعني ما اتضايقتش وما ردتش الاساءه باساءه يعني، لان انا حاسس بيهم
وحاسس بشعور اللي هم عايزين ياخدوا بطوله، بقالهم كتير ما خدوش انت بطولات. عارف ان هم كانوا برضه في نهائي الرابطه مع من خسروا السنه اللي قبلها، وخسروا برضه من فيوتش. سيراميكا سيراميكا خسروا من سيراميكا، وبعد كده جاي لك اهو سيمي فاينال على كاس. لو كسب ده لو كان عدانا كان اخد الكاس. كانوا فعلا الجمهور هيفرق معاهم جدا في الماتش زي طبعا الماتش كان زي هتلاقي ده. الاستاد مقفول يعني ساعتها. فانا بالمناسبه بقول لك انا مش زعلان منهم، انا بالعكس بقدرهم وبحترمهم جدا وحاسس ان هم نفسهم كانوا ياخدوا بطوله، بس هو ربنا كان موفقني انت ربنا البطوله بصراحة دي كان- والماتشين دول. انا عايز اقول لك في حد عزيز ليا برضه من الناس الاقارب ليك بدون ذكر اسماء، كان قال لي جمله، انا بعد ما اتكلمت شفت الماتش بقول لك تاني هفكرك زد الدول المصري بالذات، فبقول له ده هشين الله اكبر يعني. قال لي هقول لك حاجه، قلت له قول لي. قال لي الواد ده لو فايق والله لو عملوا الجن بن العفريت ما يخش في جون. والله دي قالت لي كده بالنص. لا ما بقول لك برضه عشان يعني ربنا كان موفقني في الماتشين دول، واللعيبه كمان كانت تستاهل بصراحه يعني. السيزون اللي فات كله عملنا اقصى حاجه عندنا لاخر وقت بننافس على الدوري مع فريق كبير زي النادي الاهلي طبعا، وعملنا نتائج ايجابيه كان قريب جدا كان بيراميدز قريب في مننا انك تنافس التتويج اهلي وزمالك وتوصل معاهم لاخر نقطه في الدوري، فرق 3 4 نقط 5 نقط، دي حاجه كبيره طبعا. وانك تاخد بطوله الكاس برضو حاجه كويسه في النادي. وزي ما قلت لك اللعيبه والاداره والجهاز الفني والناس كلها اللي موجوده في النادي كانت تستحق اللقب ده. عشان كده زي ما بقول لك البطوله دي ما كانتش معمول حسابها، ما كانتش هتتلعب. فاما الاتحاد الدولي قال لك اصر الدوري مش لازم هيبدا غير لما تقفل البطولات التانية. سبحان الله. فدي اشاره من عند ربنا يعني، انت مش في نيتك هتكملها انا السنه فاكر الجايه. كلامك انت قلتها انت وكباتن الفرقه، يا جماعه احنا قاتلين البطوله دي، بس ما دام هيزنقها لنا في اسبوعين احنا مش هنطلع من غير البطوله دي. الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله ويعني كلهم على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا. ربنا كلم مجهولنا يعني احنا معسكرنا بتاع اسكندريه اتعمل ماتش المصري وزد ده، قلت لهم مش هنرجع غير مش هرجع غير يوم انت 30 قلتها. 8 انت بقول لك شنو احنا الكلام على ايه؟ قلت لي عادي هنروح المعسكر في اسكندريه وبتاع، قلت له ايوه هنرجع. قال لي يا عبد الرحمن مش هنرجع غير يوم 30 8. صحيح كان الكلام هنرجع نلعب المصري ولا ما هل نرجع مصر بعدها بس احتمال هنكمل. نكسب. بقول لك يا عبد الرحمن احنا راجعين 30 8 بالكاس. عشان كان عندي يقين وعندي احساس من جوايا ان الفرقه عايزه تعمل حاجه ودي اخر فرصه ليهم يعني. هي دي حياه وموت، ان الحياه تنتهي بعد كده. يعني مش هقول لك كسر، بس زعلنا على الدوري اللي راح في طبعاً ماتشين او راح مننا في اسبوع، فلازم نصالح على الاقل، مش هقول لك نصالح نفسنا، نصالح مجهودنا اللي عملناه طول السنه ده. ما فيش شك طبعا. انا بقول لك يعني اللعيبه طلعت زعلها في الماتشين دول او ال3 ماتشات دول اللي هم بتوع الكاس. عشان كده ربنا، هي الكوره دايما ربنا بيديك فرص وعندك فرصه تعوض يعني. الماتش بيخلص عندك ايه اغلى بطوله لقلبك يا شنو في الحاجات دي؟ اذا كان الدوري بتاع الزمالك، انا لما اجي ابص عليها بحس ان كل واحده ممكن تقول عليها كومنت. فدوري الزمالك ال3 كاس اللي خدتهم، السوبر كاب بطوله تقليديه، الكاس الاخير مع بيراميدز، اقرب حاجه ليك اغلى بطوله ليك. بس اديني كومنت على كل بطوله، بس اديني اغلى بطوله لاحمد الشناوي. بص هقول لك انا زي ما انا قلت لك البطولات في الاهلي والزمالك مش قيمتها اقل. لا البطولات في الاهلي والزمالك متعودين بياخدوا بطولات على الاقل كل اسبوع في بطوله. يعني متعودين على البطولات. لكن انت تاخد بطوله بره الاهلي والزمالك دي ليها احساس تاني وطعم تاني بالنسبه لي. على الكاس بتاعنا على الكاس بتاعنا. فدي بالنسبه لي، وهي كمان ان هي اول بطوله للنادي، او ده افتتاحيه تاريخ النادي كله. دي اول بطوله للنادي هتتكتب بعد 10 20 عارف الجول يقول لك وسيظل التاريخ يذكر ان اول بطوله للنادي حملها احمد الشناوي. فدي بقول لك بالنسبه لي برضو بطوله غاليه، عشان بره الزمالك او بره قطبين الكره المصريه اهلي وزمالك. طبعا لان هم دايما المرشحين الاوائل في اي بطوله بيشاركوا فيها. فانك تاخدها بره الاهلي والزمالك دي بالنسبه لي من افضل البطولات يعني. زائد البطولات اللي انا خدتها برضو، كانت اول بطوله ليا برضو كانت الدوري مع الزمالك. فبالنسبه لي برضو كان الزمالك ساعتها بقى له فتره ما بياخدش الدوري. لا وايه بقى احمد عيد عبد الملك ومؤمن زكريا وشناوي وحماده مصطفى فتحي وعلي جبر مصطفى فتحي. كنا فريق جابوا ديودار واسلام جمال، كان محمد ابراهيم، كان فريق جامد يعني. كان اللي بره واللي بيلعبوا في المدرجات كلهم حاجه يعني، ليها اسامي كبيره يعني. فبالنسبه لي دول بطولتين دول غاليين عندي، الدوري والكاس بتاع بيراميدز. ده انا اتفق ان بيراميدز حط نفسه في الخريطه عشان دلوقتي من اول يوم. انت تتكلم في كام سنه متتاليه. مش هقول لك انك مش مجرد بس منافس، انت يوم ما بتجلي بتطلع التاني على الدوري.
انت بقى النادي من ساعه ما اسمه اتغير بقى لنا 6 سنين في الدوري. اعتقد 7 سنين. انا جيت اول سنه يعني 18. طب 19 20 21 22 23 24 6 سنين، دي السبعه آه. اللي هي بدات 7 دي سنين، السبعه. اه ف6 سنين تواصل 5 نهائيات، صح او حاجه كده 5. انت لاعب كاس مصر. هاتها من الاول. كاس مصر كاس اول مصر. سنه. اه خرجتوا فيها كونفدراليه الأهلي؟ خرجنا من الزمالك خرجتوا من في الزمالك. النهائي. اه كونفدراليه النهائي. النهائي بتاع نهضة بركان. اه كاس السوبر قدام الاهلي. مم. كاس مصر قدام الاهلي. كاس مصر مع كاس سوبر تاني. كاس السوبر الثاني من الاهلي. يعني فبقول لك انت ونهائي واصل. كاس مصر هو الاخير. يعني انت واصل 6 نهائيات، فبتتكلم ان انت ومفنش أول ما الدوري 3 النادي- مرات تاني. 3 مرات تاني ومرتين او 3 تالت. بالظبط. فانت مولود، مش مولود كبير يعني، حطيت نفسك مع التوب 3 في مصر، يعني الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي وبيراميدز الثلاثه. عشان كده تلاقي الماتشات كلها ما بين اهلي وبيراميدز، زمالك وبيراميدز، تلاقي ما تقلش عن اهلي وزمالك. كل الناس دلوقتي مستنياها يعني. بس هل برضو انت متفق معايا ان افتقاد الجماهير ده مشكله كبيره قوي عند نادي بيراميدز يا احمد؟ هي مشكله كبيره عند اي نادي مش ملوش جمهور، يعني بيفتقد حاجتين: الاعلام وسبورت الجمهور يعني. اي فكره برضو السبورت الاعلامي، انت عارف مهدر دمك، تحس ان انت عادي يعني. انت ممكن النهارده يبقى في حدث عادي جدا في اي ماتش مهم الاهلي او زمالك بدون ذكر احداث اخرى يعني، بس انت عندك صليط اعلامي او ذراع اعلامي قوي جدا يدافع عن الفريق ده. في كرة اتحسبت غلط، كرة اتحسبت صح، انما انت ممكن عادي تاخد في نص دماغك عادي. وعادي نشوفك الماتش الجاي. بتأثر بشكل كبير يعني. بس احنا بنحاول نعوض، يعني بنحاول نعوضها في الملعب، اللي احنا نحاول نجيب اجوال نكسب، ما نستناش حد يحسب لنا حاجه مش يعني لينا خلينا أو نكون كده. واقعي، لسه الاخيره بتاعت اوباما في السوبر ماتش الزمالك. بص انا مش راجل الحكم، ولا انا ما بس اعرفش هو عندهم انا ما اعرفش بس برضه. هي احنا ممكن يعني اتحسب اوفسايد في لقطه 97. لو اتعكست الايه اعتقد كان الاوفسايد ده برويه وتأني وهنفصله وهنعرف حكايته وهنقعد اسبوع نحلله و8 سنين نفصصه وممكن ما يتحسبش كان اوفسايد. انما اعتقد كان عند بيراميدز القرار ما كانش صعب. بتبقى اسهل لو هي يعني ليك حاجه لبيراميدز عامه، بتبقى صعب تتحسب لك بسهوله. لكن لو عليك عادي. حمل على اللعيبه ده يا احمد. هو مش حمل، بس هي اللعيبه كلها اللي موجوده في النادي كلها اسامي، وكلها عندها خبرات، وكلها اتحطت في مواقف زي كده كتير. وبس هي لو مكتوبه كانت ضربه جزاء دخلت، سيبك من الجون بتاع اوباما. كرة رمضان انا فاهمك، بس انا بتكلم في تاني فكره ان الذراع الاعلامي والسبورت الجماهيري بيفرق طبعا. بيفرق يعني. تشوف جمهور الزمالك او جمهور الاهلي بيحفز اللعيبه، وحتى لو هو مش الاحسن في الملعب بيديله دفعه، بيبدا يخلي الموضوع بالنسبه لك اقوى طبعا. في شك يعني. دولي بقى. انت برضو يعني مش عايز اقولها حظك وحش، صح ولا غلط؟ انت بتتكلم احيانا يعني افريقيا 2017 الحارس الاساسي لمنتخب مصر اول ماتش مصاب 30 دقيقه غالبا، اول نص ساعه اركن عشان مصاب. معلش هارد لك. نخش افريقيا تاني 2000 وكام 19 مش الحارس ما لعبتش، مش الحارس الاساسي، كنت في بيراميدز بقى بالظبط. طب نيجي بقى 23 كنت في بيراميدز برضه، بس كان عندي شرخ ساعتها. ده رايح بضلع مكسور. يعني لا مش مكسور، عشان برضو الناس هي كانت ما كانتش مكسوره. كان انا عندي شرخ وكنت عديت فتره تعافي كبيره جدا خلاص. فروحت هناك قعدت اول 5 ايام بتمرن خفيف، وبعد كده نزلت مع الفرقه. عشان في ناس كتير فاكره ان مستر فيتوريا خدني وانا مصاب. هو اكيد مستر فيتوريا واخد ابن اخته معاه. لا مفيش الكلام ده خالص يعني. الناس اللي طالعه بتتكلم، حتى لو في محللين بتتكلم بتقول انت تاخده ليه وهو مصاب، لا يعني ما كنتش مصاب. انا كنت مصاب وتاهلت ورحت كملت تأهيل 3-4 ايام، وما سافرنا هناك نزلت معاهم. وصلنا كنت فوار نزلت معاهم التمرين عادي جدا. بدليل ان انا كنت موجود اخر ماتش يعني. ثم كان سوء الحظ الاكبر في كاس العالم 2018. ده جالي خلع في المفصل. انا كنت رايح ماتش وكنت ماتش الاتحاد. الزمالك والاتحاد وانا سبحان الله ركبتك. احكي لك موقف. انا بقى كان الكابتن هاب جلال ربنا يرحمه ويغفر له طبعا، هو كان المدير الفني. جابني قبل الماتش وقال لي كان كاس العالم خلاص فاضل له شهر، فقال لي انت بعد الماتش ده بقى خد اجازه اسبوع 10 ايام قبل معسكر المنتخب
قلت له ماشي يا كابتن شكرا ومش عارف ايه. نزلنا الماتش ده، جه الشوط الاولاني الكوره ملهاش اي لازمه، انا مسكتها خلاص. سوء الحظ ان هو الواد اصلا الاستاد القاهره كان فيه ميه مرشوش بزياده شويه، فهو مش لابس جزمه حديد، فهو عاوز يفاديني فاتزحلق، فراح الستارز جاي في ركبتي. جزمه الكوره بتاعته من حديد من تحت جت في ركبتي، واحده هنا وواحده هنا، عمل لي قطع في الاماميه ساعتها وخلع في المفصل، اتخلع. ده غير اصابه الصليب يا شباب. ده مش صليبي، ده الناس كتير فكرت صليبي، بس الصليبي سبحان الله بعد كل ده الصليبي كان سليم، بس هي الاصابه خطر عشان انا حطيت عظمه، كان مشكله كبيره. فتعورت، سافرت المانيا، كان معايا دكتور محمد ابو العلا ودكتور محمد اسامه والكابتن احمد يحيى، فما عملنا الاشعه الدكتور طلع طبطب عليا كده بالانجلش يعني مش صليبي. فرحت قوي بقى، قلت هلعب كاس العالم. هلعب كاس العالم، كان بعد شهر او شهر ونص، فقلت له يعني هلحق بعد شهر ونص. قال لي لا ده انت عندك كذا 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 وهتحتاج من 9 شهور لسنه. يا نهار ابيض. مش هنسى اليوم ده، جالي صدمه بقى ساعتها، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. اكيد ربنا بعد عنا حاجه اوحش اكيد يعني، بس عشان كده بقول لك يمكن انت التاريخ الدولي على قد طبعا من الله اكبر بطولات كتيره مذكوره، بس كان دايما عدم التوفيق في فكره اللعب من عدمه. ده اللي اسالك عليه بعد كده، انت تجاربك مع المنتخب يعني، عارف دايما كل الناس تروح المنتخب بيقول لك ايه حكايتك ايه مع عصام الحضري، انت راجل عاشرت عصام الحضري في المنتخب. لا طبعا. فعارف لما بنسال دايما السؤال ده، انا لما قابلت كابتن نادر طبيعي علاقتك بعصام الحضري وراجل حكى لي، انت بقى من الجيل اللي استلم من بعد كابتن عصام، فاحكي لي كده. بس خلي بالك انا حضرت كابتن عصام اول مره رحت مع الكابتن حسن شحاته ماتش جنوب افريقيا اللي كان في استاد الكليه الحربيه، كان الكابتن احمد سليمان مدرب حراس، كنت انا واحمد عادل عبد المنعم وكابتن عصام الحضري وغالبا كابتن محمد صبحي، كنت انا في المصري برضه. بس طبعا ما لعبتش، كان الكابتن عصام الحضري هو اللي لعب الماتش ده. يعني انا من زمان قوي واتمرنت مع كابتن عصام وعشرته يعني، فكره المنافسه مع يعني. عصام الحضري خاصه في بطوله رسميه، وانت كنت رايح بطوله اصلا هتلعبه ولعبت عليه انت بعد كده شريف، ثم في 2017 الحادثه الشهيره بتاعت اصابتك، ثم اصابه شريف اكرامي، شريف الاول أو في التمرين وبعد كده انا في الماتش. فبعد كده يجي كابتن هو اللي كمل عصام البطوله لعب بقى البطوله كلها تقريبا. لا المنافسه هي منافسه، خلي بالك المنافسه في اي مركز مش في حراسه المرمى بس كويسه يعني، لو عندك 3 مميزين دي حاجه كويسه يعني، اي حد منهم هيلعب هيبقى كويس وهيسد وهيفيد المنتخب. بس هو كان ساعتها مستر كوبر هو اختارني، ما اعرفش طبعا قبل، لو شريف ما كانش مصاب كان هيختار شريف، انا ما اعرفش طبعا، بس احنا وصلنا الجابون كان شريف متعور او اتعور في اول تمرينه، فما كانش لسه هم هناك ما بيقولوش يعني، بيقولوا ليله الماتش مين الحارس اللي هيلعب وكده، او الكابتن ناجي بيقول يعني. فانا عرفت ان انا هلعب ليله الماتش واهلت نفسي ونزلت التسخين بس الجو كان فيه رطوبه عاليه جدا وكانت الملاعب وحشه قوي اصلا، ما كانش لسه خلصت يعني. فلعبت، طلعت كوره كده وبعدها في كوره تانية كده حسيت ان الخلفيه شاده شويه فما قدرتش اكمل فطلعت يعني. بس فكابتن عصام نزل وكمل هو البطوله ووصلنا النهائي. منافسه عاديه يعني، زي 2 حراس مرمى بينافسوا بعض يعني، ما فيهاش. في ناس بتستغل الكلام ده عشان تقول لك ان احمد الشناوي غير متواجد في المحافل الكبرى، يعني في اللحظات الحاسمه من المباريات او البطولات او بيختفي احمد الشناوي زي بقى. لا بيتكلم على البطولات كان فيها احمد الشناوي يقول لك بختفي ازاي وانا معايا 6 بطولات. ده بيتقال، انا عايز اسمع رد الراجل اللي بيتقال عليه الكلام ده يعني. لا ده عشان انا شفت احمد بيلعب شفت ده، بس في ناس تقول لك والله لا هو مثار على الميديا او الاعلام ان احمد الشناوي مش حارس المواقف الكبرى. يعني هقول لك حاجه مثلا اخرهم يعني كابتن احمد حسن ميدو كان بيقول لك ان برضو انا بنتقد تصريح ان الشناوي هو احسن موهبه جت في تاريخ مصر. طب الموهبه دي تفرجني اماره ارقام، تفرجني كذا اشوفه في لقاءات كبرى يعني، شال المنتخب في حاجه او شال يعني، دي تصريحات بتتقال. يمكن مناسبات كبرى مع المنتخب ما جاتش قوي، ماتشات ممكن ماتشات تصفيات، ماتش نيجيريا هناك وهنا اللي احنا صعدنا بيه افريقيا. طب ما ده حاجه الماتش ده على فكره مكتوب في ده ماتش نيجيريا، ده ماتش التاريخ يعني. بره الاهلي والزمالك الموضوع بيبقى مختلف يعني وانا في الزمالك كانش حد بيطلع يتكلم، هو بس في تصريح كده من احد الناس، فطلع قال الشناوي محتاج مش عارف
رحت معد دكتور نفسي. معد نفسي او حاجه انا كده. مش عارف من غير ما اقول مين، بس هو قال لك لا يعني الشناوي محتاج معد نفسي. الصن داونز والرجاء والوداد وما اعرفش ايه، يعني كل الماتشات دي بجمهور وبتاع، ما بستحملش ضغط ازاي. فعادي، انت عارف اما حد بيتكلم في الميديا، الناس بتاخد الكلام ده وتقعد بقى خلاص يعني. انا سمعت الدكتور بيقول كذا فهنمشي مع القصه دي حتى لو هو ده مش حقيقي يعني. انت بتقول انا اصغر جون لعب في المنتخب او من اصغر الحراس اللي لعبت في المنتخب وفي النادي مفيش حد لعب في المصري وجمهوره يخاف من اي حاجه تانية. انا راجل لعبت في المصري ولعبت في الزمالك، اللي هم من اعظم جمهورين او من اعظم الجماهير الموجوده في مصر يعني. فبالنسبه لي ما بركزش انا مع القصص دي، وما بطلعش ارد عامه يعني. حتى الموضوع ده من زمان مش من دلوقتي لما طلعت القصه دي. طب ما في حراس مرمى تانيين يعني مش هتكلم في مصر، بره مصر فبيخسروا 4 و5 و6 يروحوا بقى لدكتور نفسي. كلام مش منطقي قوي يعني. عادي ممكن يكون انت النهارده مش يومك، مش موفق، خسرت، كنت وحش، دي كوره، اصل انت مش مدرس يعني. فانت كوره وارد تبقى كويس وارد تبقى وحش. طيب لو برضه اسالك، ما بتضايقنيش يعني. متعدي النقطه دي بالنسبه لك ده خالص بالعكس يعني، ولا كأني شايفها ولا اللي بيقولوها ولا الكلام ذات نفسه يعني. وفكره ان انت رغم الاحصائيات، يعني انا كنت لسه بقول لك انك الموسم اللي فات اكتر من 13 كلين شيت وده الاعلى في مصر. الموسم اللي قبليه اللي طلعنا برضه تاني الدوري بيراميدز 18 كلين شيت وبرضه ده الاعلى في مصر، ومش شايفك في المنتخب. لا في الحته دي مش يعني انا كنت اتكلمت فيها واتكلم فيها تاني. لا يعني هو دلوقتي المنتخب ممكن ما يكونش محتاج احمد الشناوي في الوقت ده. فمش يعني هي الكابتن حسام والجهاز الفني. قبل ما اتكلم في اي حاجه، طبعا الكابتن حسام من اوائل الناس اللي لعبتني في الدوري الممتاز في المصري يعني، من وانا صغير قوي يعني. الذكر اللي انت كنت بتتكلم فيه ده قبل المشكله اللي حصلت في بورسعيد، كنا في الجزائر والكابتن حسام والكابتن ابراهيم كانوا هيلاعبوني، كنت صغير قوي لسه. فهو عارف امكانياتي وعارف شخصيتي وعارف مستوايا. مش معنى ان لما بروحش دلوقتي يبقى في حاجه، لا بالعكس يعني. هو دلوقتي مش وقت احمد الشناوي، وقت الناس اللي موجوده هو ده وقتها. ممكن مع الوقت ابقى انا ليا دور، دي هي كوره زي ما بقول لك يعني. هي كوره فيها توفيق وعدم توفيق، فيها اصابات، فيها مشاكل، فيها حاجات كتير بتحصل يعني. فانا ما سبقش الاحداث. انا عارف ان وقتي جاي وعارف ان انا هيكون لي دور مع كابتن حسام في المنتخب دلوقتي، الشهر الجاي، التجمع اللي بعده قبل البطوله، ما حدش عارف يعني. فبس هي اختيارات تحترم وطالما هو الموضوع فني بس، انا اشتغل تاني لحد ما اوصل للنقطه اللي الكابتن حسام عايز نوصل فيها واكون موجود ان شاء الله. احنا بنتكلم على اكتر من 250 ماتش رسمي فيهم اكتر من 133 كلين شيت، يعني اكتر من 50% زي ما قلت لك. اكتر من نص يعني. اكتر من نص. طب كويس، رقم جديد يعني لا الرقم مش موجود. طيب يعني في حراس مرمى المصريين حاليا ما فيش حد كسر ال 50% او اكتر من نص مباراته رسميه بشباك نظيفه. طب حلو. فده الرقم برضه كنت بقول لك عليه مع الكلين شيتس الاخيره بتاعت الموسمين اللي فاتوا، اذا كان الموسم 23 24 او 22 23. فالارقام في الاثنين قويه جدا من ناحيه الشباك النظيفه. قلت لك كان منهم واحده ب 18 كلين شيت وده كان الاعلى في الدوري ساعتها. 18 من انا كنت لعبت 30 او 32 السنه اللي قبل يعني، مش اللي فاتت دي، اللي قبلها لعبت 32 من 34. حاجه كويسه وحاجه كبيره طبعا. انا اخدها تاني سنه على التوالي ان شاء الله، تبقى السنه دي كمان اخدها باذن الله. انت شايف ان في المسيره بتاعتك عشان لولا الاصابات كان ممكن يبقى وضعك مختلف تماما من ناحيه الاحتراف او الاداء مع المنتخب؟ طبعا ما فيش شك يعني. بس انا زي ما بقول لك، هي الكوره يعني اوحش حاجه فيها الاصابات. وانا ما كنتش محظوظ في معظم الوقت، ولكن طبعا زي ما بقول لك انا راضي رضا تام عن كل حاجه حققتها، وكل الانديه اللي انا لعبت ليها وشاركت معاها الحمد لله يعني. يمكن النادي المصري الوحيد اللي ما خدش معاه بطوله، خدت مع الزمالك وخدت مع بيراميدز والمنتخب. فلو ما فيش اصابات كان الموضوع ممكن يختلف معايا، او لو موضوع الاحتراف ده كان الموضوع اتوافق عليه كان ممكن الدنيا كانت تتغير شويه. هل انت من الناس برضو عشان اللي فكره الديديكيشن؟ يعني كابتن زكي عبد الفتاح كان بيتكلم ان الراجل ده في التمرين بتاعه ويعشق التمرين. فكره بقى الانضباط والالتزام. فترات الاصابه اللي انت عشتها، انت قلت من واحده كانت سنه واحده يعني كنت 9 شهور سنه يعني. تقريبا موسم كامل انت كنت بعيد شويه عن قعدت فتره كبيره عن الملاعب. ما هو انا بقى اما حصل لي الحوار الاصابه في الزمالك ده،
كنت أنا لسه مجدد في الزمالك قبل ما اتعور باسبوع مثلا، يمكن او 10 ايام. وشلت، كان عندي شرط جزائي كنت عامله اول ما جيت، عشان لو كان جالي حاجه احتراف او كده امشي. فما اتعورت فجاء تركي آل الشيخ مع المستشار تركي آل الشيخ، كان لسه بيفتح كنت اسالك بقى على دي. كان لسه بيفتح النادي، وراجل انا بحترمه وأقدره جدا، وقال لي انا بعمل نادي في مصر، وما كانش لسه اعلن عن اسمه، وقال لي انا عايزك معايا. كنت لسه بالعكاز، انا انت فاكر. تقريبا جيت بيراميدز مصاب يعني. ما انا بقول لك جيت بالعكاز. آه. فقلت له بس انا لسه قدامي شويه وقت، قدامي بتاع 3 4 شهور. قال لي انت معايا. فماشي، قال لي انا هخلص مع المستشار مرتضى منصور، وساعتها اشتراني انا وعمر جابر واحمد توفيق غالبا، ومش علي عارف. جبر. بس علي جبر كانت اعارته خلصت في وسط بروم وراجع على الزمالك، فاشتراها برضه. فبس رحت، وانا مصاب رحت على بيراميدز يعني. الفتره دي كنت انت بقى اتكلم عن انا بقى شويه عن شغل انا. ما فكره التغذيه في حياتك يا شنو، يا فكره انت من اللعيبه يعني. انا كنت معاك في سفريه الامارات، انت طلعت عين اهلي بالسبلمنتس، اجيب ايه وايه 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 وايه, طب وإيه. كويس. راجعين بشنطه شوال هو ماشي عليها دلوقتي اهو. حلو. فانا بقى عايز اتكلم مع الراجل الطيب ده في فكره اهتمامك بموضوع التغذيه. انت مثلا شفتها مهتم جدا بالموضوع ده. انا اتعاملت معاك يمكن السنتين اللي فاتوا او قبلها حاجه بسيطه كمان. لا حد بريزنتد جدا في موضوع تغذيته. عبد الرحمن انا محتاج اظبط شويه. فيدباك الكابتن عليها ايه؟ اذا كان المدرب ساعتها كان اول باتشيكو مع باولو، دلوقتي كابتن خالد. اخباره ايه معاك؟ ردت بكويس معاك؟ متابع معاك وزني؟ متابع معاك تفاصيلي وي. وانت نفسك موضوع المكملات حتى من بعد الاصابه. عبد الرحمن بعد اذنك الكولاجين ده كويس، ده كويس. الداتا دي كلها كانت معاك من زمان واهتمامك بيها من ساعتها، ولا على اثر الاصابه، ولا احكيلي. مؤخرا يعني من يمكن بعد الاصابه، اول اصابه في ركبتي دي، من بعدها يمكن ابتديت اظبط الموضوع ده شويه. انا من النوع ان جسمي ما بزيدش عامه يعني، مهما اكل بحس ان انا مش بتخنق، كيلو 2 ما بيأثرش عليا في الملعب. بس حسيت ان انا لو ظبطت موضوع الاكل وموضوع النوم وكل كذا حاجه يعني، بحس الموضوع ده يفرق معايا اكتر يعني. فلما ابتديت اعمل كده حسيت بفرق. عايز اقول لك انطباع ده على جسمك انت ايه؟ الراجل بقى بدأ يبقى خبرته كبيره جدا، واداؤه المفروض بقى بنسق اعلى وحمل اعلى، كومبيتيشن اعلى مع حراس اكبر منك يعني، ليفلات كومبيتيشن عاليه. هل فعلا الموضوع ده كان فارق معاك؟ في ناس بتقول لك لا على فكره، انا اصل قابلت ده في مدربين يقول لك عادي يعني يا باشا، كل البيض كل جبنه كل حلاوه كل اللي كله. هو مش مقتنع اصلا ان في كواليتي لفكره النيوتريشن دي. اتقالت لي انا شخصيا من المدربين نتمرن في الممتاز. قال لك لا، ما فيش حاجه قال لك يا اسمها باشا nutrition. تغذيه مين؟ صلى عليه يشفع فيك، ما الراجل بتاكل زي ما تاكل. في كده مدارس يعني، في ناس مدارس يعني، في ناس برضو مدارس قديمة ومتغيرش شغلها لحد دلوقتي، وفي مدارس جديدة عايزة تتعلم وعايزة تطور وعايزة تشتغل على كل حاجة بتتطور يعني. في كده وفي كده. بس انا من النوع زي ما بقول لك، انا لما جربت الاحسن حسيته فرق معايا وفرق مع جسمي وفرق في تمريني وفرق في كل حاجة. الاصابات قلت. انا كان بيجي لي فترة، كل فترة قريبة اتصاب، يحصل لي شد، يحصل لي بتاع. فالحمد لله لا دلوقتي يعني كل فين وفين يعني، ربنا يحفظنا طبعا. فالموضوع ماشي معايا بشكل كويس، وطالما حاجة كويسة اكيد همشي عليها يعني. مين اكتر حد ممكن تكون بتقول ان هو وقف جنبك على مدار الكارير بتاعك في الكوره؟ اكتر حد واقف جنبي اه كايه بقى، واقف جنبي كايه؟ والله بص صنفها انت هو يعني. انت ربنا ممكن حد واقف معاك واقف معايا طبعا في كل حاجة. ربنا طبعا واقف معايا بكل حاجة. يا عم بعد الله عز وجل. طبعا. في ناس ممكن اشخاص تكون يعني، supporter. اشخاص بابايا طبعا وعيلتي دي، دول اول ناس يعني مدربين. اكتر حد مدربين. امن باحمد الشناوي؟ انا اعتقد اتعاملت مع انت انا في مع 3 مدربين يعني بيحبوني قوي، ومن وانا صغير يعني كنت بحس بشوف ده في عينهم يعني. كان منهم كابتن حسام طبعا، كابتن حسام حسن، ومنهم كابتن انور سلامة، وكابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت طبعا ده بابايا ده يعني، بابايا التاني، بحبهم جدا. لو كلمت على مدربين حراس مرمى ثابت انطباع عند احمد الشناوي؟ ثابت انطباع انطباع. في خلي بالك شخصيته. بقول لك انا اتمرنت مع ناس كتير قوي يعني. خلينا اتمرنت اسمي لك مع انا 3 وانت قول لي او اكتر مثلا. يعني كابتن احمد ناجي، وكابتن زكي عبد الفتاح، كابتن ايمن طاهر، طبعا. و... ولو انت عندك حد قول لي يعني، قول لي كل شخصيه من دول الضحكه دي وراها ايه طيب؟ والله ابدا خالص. لا كابتن ايمن طاهر طبعا. ده سنين في الزمالك. اه لا كابتن ايمن من الناس القريبين مني جدا، ومن المدربين المتميزين يعني الحقيقه، وشخصيه محترمه انا بحبها. وفي كابتن عماد المندوه طبعا، يعني من المدربين العمالقه في حراسه المرمى. انا مش عايز انسى حد، بس انا بقول لك راندم كده يعني، بقول لك الناس اللي انا بحبها يعني.
وفي كابتن مصطفى كمال وكابتن خالد عبد الله وكابتن عاشور البكري في اوائل وكابتن وافا، في ناس كتير قوي مش عايز انسى حد. كابتن وافا وكابتن عاشور البكري دول من اوائل الناس اللي اكتشفتني في المصري وانا صغير. فبرضه يعني ليهم فضل اكيد في اللي انا فيه. كل واحد مرني يعني، كل واحد مرني. وكابتن احمد ناجي طبعا برضه يعني قضيت معاه فتره كبيره. ف بس مش عارف، مش عايز انسى حد يعني. مصطفى كمال، انا قلت كابتن مصطفى كمال. قلت كابتن مصطفى طبعا كمال. من المدربين المجتهدين اللي بيحبوا فكره شغلهم. الاحتراف لسه في بالك عشان والله مش قصدي حاجه برضو، فكره انك تخرج من نادي السنه في بالي. ما انا في بالي اكيد يعني. الواحد نفسه يحترف، انا لسه مش كبير برضو قوي يعني بالنسبه لحراس المرمى. 33 يعني مش كبير في المركز ده يعني. قدامي شويه كمان ان شاء الله. ف والله لو جت حاجه كويسه نشوفها يعني وندرسها وربنا يوفق يعني. هل كان في تقول لك وقت الازمه بتاعت الاصابات اللي في حراسه المرمى في الاهلي قال لك ده اتعرض على احمد الشناوي يكون في الاهلي؟ لا انا اتعرض عليا الاهلي كذا مره، اكتر من مره يعني. مش طب كان ايه ردودك ساعتها؟ يعني انا ما لا اعرفش. اتعرض عليا وانا في المصري كنت صغير. كان كل ما بيتعرض عليا بجدد في المصري بجد. والله دي علامه خير يعني. ما كنت لسه صغير بقى، فما اعرفش حاجه. حاجه مباشر ما لا كانت مع وكيلي، ما كانتش معانا مباشره يعني. ممكن مع احمد يحيى. مع احمد يحيى كانت ساعتها مع احمد يحيى. بس الموضوع ما كانش بيتم يعني. فكنت ببقى مستريح في المكان اللي انا فيه وفاضل لي سنين عقد فيه، فما اقدرش اللي انا خالف يعني القصه دي يعني. هل الفتره بتاعت صغرك يعني اقرب بطوله انت لعبتها تقريبا، هل مثلا كاس عالم الشباب بتاع كولومبيا، ولا الكاس العالم بتاع افريقيا 2011 لا تحت 21، لا اما لعبت مع المنتخب الاول البطولات الافريقيا بس يمكن ما كنتش مشارك بشكل اساسي؟ الاولمبياد. لا الاولمبياد وبطوله المغرب اللي هي تصفيات المؤهله للاولمبياد، دي احسن بطوله عملتها يعتبر في حياتي مع المنتخبات اللي هي غير المنتخب الاول يعني. دي من احسن فترات يعني. عملت فيها بطوله هايله جدا يعني بصراحه. وهي الاولمبياد يعني من الاولمبياد كانت بالنسبه لك برضو وكاس العالم في كولومبيا. دي كانت برضو كابتن ضياء السيد. انتوا برضو البطوله دي انتوا كنتوا برضو الجيل بتاع هو انا وصلاح، نفس الجيل برضو. ده الجيل بتاعنا بقى، انا وصلاح والنني وعمر جابر ومحمد ابراهيم ومحمد صبحي واحمد صبحي وحجازي وتاحة ورامي ربيعه، كذا حد يعني. مش عايز انسى حد فيهم. ولو كملت معاك برضو في كلامنا عن المنتخب عشانه يعني، انت النهارده الجيل الحالي اسماء كبيره قوي دلوقتي وناس محترفين بره كتير طبعا، على يعني بكوره هذا الانتاج العظيم صلاح يعني. وطالع دلوقتي برضو بسرعه جيده جدا مرموش، وانت عشرت اللعيبه دي. فانت رايك كيف في اكسبيرينس او تجربه زي تجربه عمر مرموش يعني؟ هل فعلا شايف ان بالمنتاليتي اللي هو فيها حاليا، بالتراك اللي هو الله اكبر عليه دلوقتي في البوندس ليجا، هداف الدوري الالماني وماشي كويس جدا مع اينتراخت فرانكفورت، فهوبينج انك تشوف محمد صلاح تاني؟ اتمنى طبعا يعني. مرموش لعيب كبير، لعيب ممتاز. اشتغل على نفسه يعني، مركز جدا في شغله بره، ومش سهل ان انت تحترف وتنجح وتقدم مستويات زي اللي بيقدمها مرموش. طبعا اكيد اخد حاجات كتير من صلاح، واكيد صلاح بيتكلم معاه، واتمنى ان هو يكسر الدنيا والاقي محمد صلاح 1 و2 و3 كتير يعني. كان بالنسبه لك الالتيمه بتاعت صلاح، هل لسه بنقول ممكن احتمالات البلندور موجوده؟ كلنا بنحلم ببلندور تبقى حاجه مصريه يعني. احنا شفنا الشامبيونز ليج مع صلاح، شفنا الثالث يعني خد الثالث، وكنا حاسينها كانت قهره لينا وقتله لينا ساعتها. بالنسبه لنا دي بالندور لحد مصري يدخل كان توب 3 وساعتها ادوا له جايزه بوشكاش كمان في احسن هدف ساعتها في العالم. لا صلاح يعني رمز وفخر لمصر كلها وفي مكانه كبيره يعني. ما اعتقدش ان حد ممكن يقرب لها ويوصل لها يعني بسهوله. شايف مين من الشباب الحالي ممكن يكمل التراك ده؟ صلاح، مرموش، ثم يطلع يعني. والله المواهب في مصر مش بالكمية اللي مش كتير جدا يعني، اللي هي تقدر تبقى موجودة بره ويبقى عندها العقلية ان هي تقدر تكمل بره وتحترف بره. بس في عندنا كذا حد ممكن لو طلع واشتغل بس من دلوقتي من هو صغير يطلع زي والله عندك ابراهيم عادل طبعا موهبة كبيرة ربنا يحفظه يعني لعيب كويس جدا وان شاء الله يعني ربنا يكرمه ويقدر ناخد التجربة ده ونفس فيها، وان شاء الله يطلع وما يرجعش بقى يكمل هناك. ونشوف ابراهيم عادل كده حاجة كبيرة. وفي محمود صابر
لسه كنت اقول لك انت اتفرجت على المنتخب الاولمبي. وكمان كانوا معايا يعني معايا في النادي سواء ابراهيم او صابر. الامكانيات امكانيات تنفع بره لو اشتغلت واتظبطت بره مش هقول على التأسيس لا، يعني يكملوا على اللي عندهم، هيزودوا كل حاجة والموضوع هيفرق معاهم جدا يعني. يعني انت لو سمحت لي انا اتكلم على الاثنين دول بالذات، ابراهيم ومحمود. يعني ابراهيم ده بجد بجد، يعني انت بتتفرج على شاب متكامل كرويا، حد هادي جدا، عارف بلغه الكوره لعيب بارد، اللي هو يا باشا هات الكوره عند الجون وفرجك وهنعمل ايه مش كل حاجة بقى، ده قلت لك في الأول. لو ده كويس وشغال الموضوع يختلف، حتى لو انت عندك 50% كورة. يعني ابراهيم من الناس اللي انا بحبها، وهو ابن بلدي، يعني انت عارف ان هو بورسعيدي بورسعيدي. ده العسليه ده. فبالنسبة لي اتمنى ان انا اشوفه احسن واحد في الدنيا، واتمنى اشوفه محترف، وكمان دي رغبته ان هو نفسه يخوض التجربة دي. بس هو بره كده كده هيتعلم، بره يتعلم كل حاجة، يتعلم بياكل ايه وينام امتى ويتمرن ازاي، فخلاص هيبقى نمط حياته بره. ولو سافر وجات له الفرصة انا واثق ان هو هيكسر الدنيا يعني. برضه نفس الكفاءه دي والجوده انا شفتها في محمود. وده الله اكبر، يعني لو بنتكلم بتاع شغل كرويا، برضو يعني في الملعب في مركزه مليء، رجليه اليمين زي الشمال، ما شاء الله. اجتهاد. يعني انا حتى محمود، البطوله اللي لعبوها في المغرب اللي هي افريقيا اللي تاهلوا منها للاولمبياد، اذا كان هو او ابراهيم، كان كل ماتش تقريبا معايا عبد الرحمن اكلنا ايه، نظامنا ايه، حاجتنا ايه، انا دول بادئ. عايزين خلاص. جدا. فطالما عايز يبقى ربنا هيديله دلوقتي، بعدين هيديله وهيوصل. اهم حاجه اما تجيله الفرصه يستغلها صح، ما يزهقش، ما يقولش انا متغرب، انا عايش بعيد عن اهلي. لا بالعكس، كل حاجه دوس على نفسك في الاول هتبقى. كانش في ولكن حد انت ينصحني زمان انا، فعشان كده انا مش عايز الفرصه تيجي وتروح عليهم يعني. فهي لو جت بقى يحاول ويدوس على نفسه في الاول، هيرتاح بعدين. ولو جيت اسالك بقى على، احنا اتكلمنا على مثالين بعيد عن حراسه المرمى، شايف مين من الشباب اللي ممكن يكون قادم في حراسة المرمى في مصر، وصولا ان هو ممكن يكون يعني خامة احتراف زي ما بنقول، خاصة احنا ما عندناش يعني ما شفناش اللاعب المصري المحترف في حراسة المرمى، يعني مش عملة متواجدة باستمرار. والله بص، هو مش يعني ما اقدرش اقول لك اسمي لك، ما يعني حتى الناس اللي موجوده في المنتخب كلها ناس يعني شناوي ومهدي وعواد. هو ممكن اللي ممكن شويه لسه صغير سنا وجاي مستقبلا ان هو مصطفى شوبير طبعا. مم. يعني مصطفى جول 2000، فانت 2000 بتتكلم عنده 24 سنة. يعني دلوقتي لو هو يطلع دلوقتي. مم. يعني هو امكانياته كويسه وأدى ماتشات بشكل كويس مع النادي الأهلي، سواء في بطولة أفريقيا أو في بطولة الدوري. فهو يعتبر من أصغر الناس وأقرب الناس، اللي هو لو في فرصة لاحتراف اللجون فهو مصطفى شوبيرو ممكن. المشكلة إن مفيش صغيرين في أنا بره مش عارف. دلوقتي نادر السيد. أحمد نادر السيد. بس ده بره، أنت بتقول على هنا وممكن هو بره، يطلع بس يعني انت لسه برضه مش يعني يكمل، يخليه بره ما ما يزهقش. لسه بيقول لك هيرجع برضه ومش هيرجع لا لا وبتاع. لا لا، أنا شايف إن الكابتن نادر السيد مش هيسيبه يرجع، يعني هيخليه يكمل بره. فالافضل انت ايا كان المرحله اللي انت فيها يعني مثلا اصل مش هيلعب في نادي قمه، نادي، لا العب خليك. كمل زي ما أنت هو في باوك هو هناك ده في اليونان. في اليونان. من النادي ده من الانديه الكبيره هناك على ما اعتقد يعني. لا يكمل، ما فيش فرصه للاعب يروح نادي تاني برضه في اوروبا ويكمل هناك ما يرجعش. اللي يجيله فرصه ويرجع يبقى مش قطم السكه يعني. يكمل ويدوس على نفسه، هيلاقي صعوبات وعقباته في الاول يعديها، الدنيا تبقى كويسه يعني. وممكن محمود بيعتبر برضه كانت جات له فرصه، سنه صغير وجون كويس برضه. كانت جات له فرصه اعتقد في الاحتراف من انبي لما كان في انبي، صح؟ والطلب فيه مبلغ برضه $1,000,000 وبتاع كده، ما اتفقوش. لا لو كان جاي من انبي ويجن $1,000,000 لما كان جاي له عرض من ويجن. لو كان جاله كنت اتمنى ان هو يروح طبعا. يعني برضه ساعتها حصلت مشكله، قال لك في ويجن والمقابل المادي، وبعد كده قال لك لا قوي، وبعد كده مره واحده اللي انتقل من الانبي راح المصري حاليا. فالناس كانت مستغربه، طب ما دام في نيه التحرك ما كانش ليه احترف فيه. بس ما اعتقدش ان الموضوع ده لو يمكن عشان خاطر ما عداش نسبه كان في بقى حاجات ليها علاقه بالاتفاقات بين الفرقتين يعني. بس خلي بالك الدوري الانجليزي عشان تحترف فيه لازم تكون معدي 75% نسبه المشاركه الدوليه مع المنتخب. ممكن دي عقبه دي. بس او هو لو حسبوا له منتخب الشباب والكده، بس ما اعتقدش ان هي لازم منتخب اول. فممكن يكون دي مشكله. فبالتالي انت شايف ان انت على تراك المحترفين في مصر مفيش يعني بالنسبه لك حد واضح من ناحيه حراسه المرمى؟ ممكن بعد كده يظهر. لا ما في، زي ما قلت لك مصطفى شوبير يعني
امكانياته كويسه، وممكن لو سافر بره يتطور اكتر ويكمل بره. وفي محمود جاد، وفي الحارس بودي ده بتاع انبي، انبي جون كويس برضو، لسه صغير في السن، لسه تاني سنه يلعب فيها في دوري يعني في الفريق الاول. مع الوقت لو شد حلو شويه ممكن يبقى ليه فرصه. ليه هسألك لا سؤال يعني. برضو يعني سبيسيفيك جدا. هل انت مع فكره او القرار اللي اتخذه من فتره، ده مش قريب، ان مفيش حراس مرمى محترفين في الدوري المصري، ولا يتفتح الاحتراف في الدوري المصري على مستوى حراسه المرمى عادي جدا؟ لا، هو الدوري المصري مش محتاج تجيب تخلي محترفين حراس مرمى. يعني انت مع القرار ان انت ما تدخلش حراس مرمى محترفين؟ تلاقي كل يعني الامارات ما فيهاش، قطر ما فيهاش، مصر ما فيهاش، السعوديه عشان دوري محترفين ماشي، لكن اغلبيه الدوريات ما فيهاش. ما فيهاش فكره احتراف حراس المغرب مرمى. بتهيألي ما فيهاش، تونس ما فيش يعني. هي اللعيبه بس. لكن انت عندك وفره حراس مرمى، انت عندك لا يقل عن 8 9 موجودين ويشيلوا المنتخب يعني. فانت مش محتاج تعمل دي. بالعكس انت فعلا بتروح بالعكس انت التجمع هتعجز المنتخب. هتعجز حراسه المرمى في المنتخب. يعني لو الاهلي جاب جون والزمالك جاب جون ومش عارف مين جاب جون كلهم، فبقى عندك 10 من 18 نادي عندهم حراس اجانب، انت كده حرقت الدنيا خالص. مع السلامه كده. المنتخب هيتاثر طبعا. مش مع الفكره دي خالص يعني. لو رجعت فلاش باك معاك يا شنو وارجع اقول لك حاجه، مش هقول لك قرار ندمان عليه، هسألك سؤال: قرار ندمان عليه انك عملته، او حلم انت كان نفسك تحققه ولسه ما اتحققش لحد النهارده؟ قرار ندمان عليه؟ لا، انا ما عمري ما عملت قرار وندمت عليه يعني لما باخد القرار في حاجه حتى لو هي غلط ما بندمش عليها. بس يعني في حاجه ممكن اتمنى ان انا اعملها بشكل افضل. زي اديني ان مثل. انا مثلا كان تفكيري يبقى احسن. يعني تفكيري دلوقتي كان من 10 سنين كان الموضوع هيختلف معايا، لكن ما بندمش على اي قرار. انا مشيت من النادي رحت النادي، مشيت مكان. غيرت من نادي رحت مش عارف اسمه زمالك لا كان ممكن اروح نادي تاني، لا ده انا مشيت من الزمالك في وقت كان هم ممكن بطولات اصل هي خلي بالك انت كل حاجه مكتوبه. يعني انت هو ده الخير اللي ربنا مختاره له، وهي دي المكان اللي ربنا عايز يوصلك فيه. فانت مش انت بتسعى وربنا هو اللي بيحط لك الانسب يعني. فانا عندي يقين في كده يعني. وحلم ان لسه انا بتحقق تتمنى تحققه؟ حلم اتمنى احققه في الكوره يعني ولا في حياتي عموما؟ الاثنين. والله في الكوره يعني ما بطولات واخدت مش عارف يعني ما فيش حاجه معينه. بس انا حلم بره الكوره ان انا اشوف ادم احسن مني بس. افكرك بتاريخ 17 يناير 2014. 17 يناير 2014 ده ايه ده؟ هينفخك، هو الواد هيجي ينفخك يا جدع، انت ما تصحصح معايا. 2014. لا بس خلي بالك هو 14 1 2014. لا 17. ماشي بس ايوه هو اتولد كده، بس احنا كتبنا 17 1 2014 يعني عشان انت لو قلت لي 14 1 كنت قلت لك على طول. بس مشيها 17 مش هعرفها دي، 17. انا اجيب من الاوفيشال. لا ربنا ده يحميه عيد ميلاد ويكون كويس، واتمنى يكون حاجه كويسه بس وربنا يكرمه. والحاجه التانية ان بس ربنا يديني يعني على قد ما انا بشتغل وعلى قد ما انا بتعب ومع فرقتي وفي النادي بتاعي. وعايز اقول حاجه يعني زي ما انا قضيت، انا يمكن قضيت في المصري انت قلت 5 سنين او حاجه من اول ما طلعت. وفي الزمالك 5 يعني 5 سنين برضو. وفي بيراميدز دي ال6 او ال7 ليا 2018 في بيراميدز. فمن 18 داخلين في 25 يبقى كام سنه؟ بقالك 6 سنين في بيراميدز. دي ال7 اللي جايه دي. فمن الانديه اللي انا اعتز اللي انا لعبت فيها واللي انا حققت فيها بطوله وان انا شاركت معاهم يعني نادي يستحق ان هو يكون في المكانه دي، يستحق هو يكون بينافس الزمالك والاهلي. واتمنى اشوفه على منصات التتويج تاني. بس فخور ان انا كنت جزء من تاريخ النادي ده حتى بعد عمر. طب بعد ما بطل هتتقال ان انا خدت بطوله في النادي، وان شاء الله ما تكونش الاخيره يعني ان شاء الله. فبشكرهم وبتمنى السنه دي نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. برضو كده اما احب اضحك معاك شويه لو اقول لك انت مدرب ولا شغل اداري في الكوره، ولا مالكش لا ده ولا ده؟ انا ما اعرفش بعد الكوره ممكن اعمل ايه يعني، لان لسه ما فكرتش في الموضوع ده. انت ممكن تحب بس التدريب؟ لا انا تدريب او حاجه في اداريه لا لا ده ولا ده خالص. او ممكن ابقى بيزنس مان. لا ما كده عندي البيزنس بتاعي بره الكوره. لا انا بتكلم ان انا ممكن ابقى مثلا في مذيع
مش هعرف انا. شغل الإعلام انا آه. عصبي اصلا، شغل اعلام يعني، مش هعرف اتعامل. انا كنت اقول لك مثلا لو مدرب هقول لك اختار لي مثلا، انت عاصرت اجيال كتيره في الكوره، اعتقد جيلين وممكن زي ما انت قلت الجيل بتاع تريكا وتسليم والكره القدم اللي انت وانت صغير في 2011 وصولا دلوقتي اللي هو الجيل بتاع النني بقى وصلاح والجيل بتاع حجازي وعلي جبر وي. لو قلت لك اديني 11 لعيب، 11 لعيب من الجون للفيرود امم تغزو بيهم العالم، سمي لي كده. 11 تشكيل تشكيله يعني. تشكيله. عايز تحط اللي الشناوي انا فيهم؟ اللي انا عاشرتهم اه يعني. في اللي انت في الجيلين اللي انت شفته، عايز تحط الشناوي اهلا بيك، لا مش عايز مش الشناوي يدرب يلا بينا ندرب انا وانت. انا كاني مدرب مش انا لعيب وانت دلوقتي. هندرب مع بعض. آه، ممكن حراسة جول المرمى كابتن عصام عصام باك رايت. الحضري. هتلعب ايه الاول، 4 ولا 3 لا ورا؟ انا هلعب ب 3-5-2 بس كده اهلا عشان بس بيك اهلا بيك، 3 آه سرد باكات بقى احكي لي. آه هلعب ب 3-5-2. هلعب من اللي انا عاشرتهم ها. ايوه يا عم الحاج. طب ما بلاش الجيل لا القديم، حط براحتك. الحضري بس. لا لا حط لي الجيلين، انا مش هسيبك. احط لك الجيلين يعني، احط ده جيل وده جيل. لا 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 عايز تقول اللي تشكيلتين توكتين، انا لا، معاك. كتير قوي تشكيلتين. طيب شفت. هحط كابتن وائل جمعة. ماشي ادي مساك. هم 3 ورا. ها كابتن هاني سعيد ليبرو. يا سيدي يا سيدي. آه، احمد حجازي. حجازي. هتطير مين على اليمين؟ هطير مين على اليمين؟ 3 آه. 5 في نص الملعب بقى. 5 بقى عندك بقى، هتطير مين على كابتن احمد فتحي. فتحي على اليمين ومين على الشمال؟ فتحي يحبك المشكلة قوي في الوينج باك دي، فتحي هيحب موت فيك في الوينج باك دي. كان لعبت مع باكات اديني يا باشا قناعات بقى، اديني لعبت الفن مع بتاعك. كابتن سيد، ولعبت مع فتحي لعبت قصدي سوري مع فتوح وائم. لعبت مع ناس كتير قوي. طير لي باك ليفت يا ريس. كابتن سيد معوض. سيد حلو. خط الوسط عندك 3 بقى ترصهم لي كده. خط الوسط مين هيتخانق، مين الستة عندك؟ 6. مش عارف، طارق حامد. يا راجل. كابتن احمد حسن. حلو الصقر. هتلعب بفرودين؟ 5-2 ما لهاش حل الا كده. هتلعب مين 10 طيب ولا 8؟ لا 3 5 فاضل واحد كده في نص ما الملعب. انا بقول لك 8 ولا 8 و10. احط عمر جابر في نص الملعب. عمر جابر. اوبا. ما هو كان بيلعب كده دايما مع زمان ده فريرة. يعني كده في نص الملعب كابتن احمد حسن وطارق وعمر، يعني 6 و8. ماشي. 2 فراوده بقى. انت اللي قلت مش انا، انت الكوتش. ممكن احط كابتن عماد متعب واحط واحد تاني، بس هقول لك حاجه تانية يعني. ماشي. انا مش ناسيها، ما تخافش. ماشي عشان ما نروحش في داهيه كلنا. لا انا هقول لك دلوقتي. احط كابتن عماد متعب وكابتن وعمرو زكي. وما حطيتش صلاح لان صلاح خارج القصص دي كلها خالص. ماشي يا عم. يعني صلاح، ما انا اول واحد هيتحط. ده ما مرنوش، ده ما مرنوش انت. اكيد مش هيلعب معايا، لا. فصلاح بره القصه دي خالص كلها. بس هو ده التشكيل اللي انا ممكن العب بيه يعني. لو جيت اقول لك كده، انا طولت عليك شويه النهارده. حبيبي. عايز اقول لك مثلا لو انت على خبره السنين دي كلها تحب توجه نصيحه او اطلب منك الجيل اللي جاي ده كله يعني عايز منتور زي ما انت اتكلمت على صلاح، جبنا مرموش، في نجوم كتيره في الكوره دلوقتي بقت قيمه للعيبه دي انها تاخد منها النصايح بتاعتهم. فتوجه ايه نصيحه للشباب في المراحل دي بقى، اذا كان حراس مرمى شباب ناشئين او لعيبه لسه ما خدتش فرصتها في الكوره، او حتى من ناحيه الممارسه الفنيه، التغذيه، الرياضه، الانضباط. سمعني كده الشباب دي رساله من احد كباتن منتخب مصر وكابتن نادي بيراميدز حاليا كابتن احمد الشناوي. والله النصيحة يعني ان هو يشتغل، يتمرن، يعني يخلي ده نمط حياته، التدريب يعني الالتزام في النظام الغذائي ده مهم جدا 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 في تكوين العضلات لو هم لسه صغيرين، وفي تمرينه هيساعد في الريكفري بتاعه حاجات كتير.
بس ودايما الفرصة يعني ما يستعجلش. يعني الفرصة هتجيله طول ما انت بتتعب وتشتغل هتجيلك الفرصة، استغلها صح. ولو في فرصة، انت لو لسه شاب ولسه جات لك فرصة انك تحترف، طبعا هتفرق معاك 150 درجة يعني لو انت احترفت في سن صغير. واهم حاجة زي ما بقولك الالتزام في التمرين، ومش هقول بقى النوم بدري والاكل والكلام ده، بس هو لازم تجتهد في الملعب، ولازم تآمن بموهبتك، آمن وعندك حلم تشتغل عليه هتوصل له. يعني خلي عندك يقين في ربنا، طول ما انت بتتعب وتشتغل ربنا في الاخر هيديك. بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، طول ما انت بتشتغل ربنا هيديك وهتوصل للي انت عايزه. بس خليك مآمن، ويكون في هدف جواك انت عاوز توصل له وتحققه. حبيبي يا شنو، حبيبي يا دكتور يعني سهرناك النهارده لا لا حبيبي يا دكتور. وعطلناك شويه، بس لا، كنت زي تحت ما قلت امرك لك انا طبعا. نفسي فعلا اقعد معاك ونتكلم والناس دي كلها تعرف التجربه اللي بادئه من المصري. هرجع افكرك تاني، انا بالنسبه لي ان اشوف حارس مرمى اساسي في منتخب مصر كان بره اهلي وزمالك ومن سن صغير، ده اكيد مش وليد زي ما انت، انا مش زي ما بقول، بس كل الناس مش وليد صدفه، ده وليد موهبه ووليد يقين واجتهاد انت على مدار السنين دي كلها. ربنا يديك ربنا الصحه يخليك. ويعني يفرحنا كمان وكمان بيك، مع اذا كان مع الفرقه او مع المنتخب. ربنا يخليك. نورتنا يا شنو. حبيبي يا دكتور، مبسوط بالكلام ده ومبسوط بحواري معاك، ويعني سعيد جدا ان انا كنت موجود معاك، واتمنى نتكرر تاني ان شاء الله. حبيبي يا شنو، حبيبي يا دكتور، تسلم لي. برضو حلقة جديدة، وكان هدفنا فيها كالعادة ان احنا نشوف حد من نجوم الفيلد عندنا، اذا كان في الكرة او الرياضة. قصة كبيرة كانت مع حارس مرمى زي ما قلت لكم من كباتن منتخب مصر، من احسن الحراس اللي جت في تاريخ مصر. اشوفكم على خير، واشوفكم دايما بصحة وسلامة، والسلام عليكم. حلقة جديدة في نيوتري فيتنس بودكاست.